السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم محمود صقر. بعد ما خلصنا الموديلنج خلاص ما بقيناش غير حاجات بسيطة ان احنا نبدأ نلون الاوبجكت بتاعنا. عشان تبدأ تلون الاوبجكت بتاعك ويبدأ يبقى ليه الوان ويبقى ليه الشكل اللي هو الفاينل، ده بيعتمد على اكتر من حاجة. اول حاجة بيعتمد على الريندر انجن اللي انت شغال بيه. تاني حاجة بيعتمد على الماتيريال. تالت حاجة بيعتمد على اللايتنج، الإضاءة. يعني انت بتحط إضاءة وبتحط ماتيريال وبتظبط إعدادات ريندر عشان يطلع لك الفاينل كواليتي أو الفاينل لوك اللي انت بتشوفه. طب خلينا نبدأ حاجة حاجة كده. وقبل ما نبدأ في كل ده، أنا لسه مش عارف أشوف المشهد بتاعي مظبوط. يعني أنا دلوقتي آه، محتاج أشوف المشهد بتاعي من الكاميرا. انا ما عنديش كاميرا، انا عندي فيو، انا شايف المشهد من الفيو، لكن فين الكاميرا؟ مفيش. اي برنامج 3 دي لازم يكون فيه كاميرا اوبجكت عشان تشوف منه. طيب ازاي اشوف الكاميرا اوبجكت وهي فين اصلا؟ شيفت ايه، بعد كده هنزل من هنا كاميرا بالشكل ده. فين الكاميرا؟ اهي، هي دي الكاميرا بتاعتي. اوكي، خليها مثلا كده، نزل تحت شويه. طيب دي كده الكاميرا بتاعتي. خلاص. ايه لازمه الكاميرا؟ لازمه الكاميرا ان انا بشوف المشهد من جواها وبرندر على اساسها. الريندر بيطلع من الكاميرا، الريندر ما بيطلعش من الفيور. يعني لو دوست كده اف 12، بص كده، هو جايب مين؟ بص جايب فين؟ جايب اهو الحته اللي فوق اهي، شايفها؟ والسقف اهو. اوكي، فهو مش جايب من الفيو، هو جايب منين؟ جايب من الكاميرا. فلازم الكاميرا تبقى ايه؟ على الاوبجكت بتاعي. طيب ازاي انا احط الكاميرا على الاوبجكت بتاعي؟ ما انا مستحيل اعرف، يعني اكيد مش عارف اظبطها. يعني تدخل جواها وتظبط، يعني تدخل جواها وتسنتر الاوبجكت بتاعك عادي جدا. طب ازاي ادخل جواها؟ بتروح من على فيو وتقول له هنا اكتف كاميرا، كده انت دخلت جواها. خلاص. طيب خلاص تمام، انا كده هبدا بقى اظبط. طب تعالى اعمل كده. ايه ده انا طلعت منها تاني. عادي جدا، روح من هنا قول له كاميرا، اكتف كاميرا، بس اقفلها بقى، اقفلها. طب هو قبل بس ما نتكلم او قبل ما اقفلها، ايه الابيض اللي فاتح ده وايه الغامق؟ الغامق ده الطبيعي، ده اللي انت شايفه. الفاتح ده اللي هيترندر، ده الكاميرا جايباه. انما اللي بره ده مفيش، مش موجود. فانت تقدر تعمل زوم عشان تكبر بس الحجم ده يبقى على قد ايه المساحه الفاضيه عندك بالشكل ده كده مثلا. وكمان تقدر بقى تقفل ده، تقدر تقفل بقى ان الكاميرا لما تتحرك، يعني لما انت تتحرك تاخد الكاميرا معاك. ازاي؟ بدوس على حرف الان وبخش هنا عندي ايتم تولز فيو، بخش من هنا كاميرا تو فيو، كده انا قفلتها. هتلاقي الخط الاحمر ده المنقط ده كده. لما تيجي تعمل كده خلاص مستحيل بقى، هتلاقي طول ما انت عندك حته سودة كده، يبقى انت كده خلاص دي كده الكاميرا بتاعتك والدنيا تمام. تعالى كده ناخد مثلا شوت بالشكل ده كده مثلا. هتدوس على اف 12 عشان يرندر. بص كده هتلاقي المشهد ايه. والله متاخد معايا. بص اهو. سيبك بقى من الضباب اللي انت شايفه ده، يعني ده قصه تانية، ده هنتكلم فيها. تمام كده انا عرفت الكاميرا. طيب هدوس على حرف الان بالشكل ده واشيل كاميرا تو فيو عشان اقدر بقى اطلع واسيب الكاميرا مكانها، وابقى انا كده ايه خلاص خدت الشوت بتاعي. طيب دي كده كانت حاجه بسيطه عن الكاميرا. طبعا هي ليها تفاصيل كتير جدا، ويعني انا حابب، يعني مش حابب ان انا ادخل في تفاصيل حاجات دلوقتي. ولكن بس الحاجه الوحيده اللي انا عايزك تعرفها دلوقتي عن الكاميرا، لو انا بدل ما اروح من فيو هنا واروح على كاميرا من هنا واقول له اكتف كاميرا، لا انا عندي اختصار. الاختصار بتاعي اللي هو بدوس على حرف الزال بيوديني على ده كده، اقوم جاي رايح على فيو كاميرا او بدوس على رقم واحد كده، واحد زال واحد زال واحد زال واحد، كده انا دخلت عليه على طول. اوكي. طيب مثلا في زرار تاني، زرار اللي هو الزيرو من النمباد، رقم صفر من النمباد. طب انا ما عنديش نمباد، انت اوريدي عامل ايه؟ مش انت اوريدي عملت معايا الاعدادات دي في الانبوت وقلت له ايميوليت نمباد، صح كده؟ خلاص طالما عملت كده تقدر تدوس على رقم الزيرو اللي فوق حرف الاو، تقدر تدوس على حرف الزيرو اللي اللي في الحروف، تعمل كده برضو، تدخل جوه الكاميرا وتطلع تاني، تدخل في الكاميرا وتطلع تاني. او زال واحد، زال واحد او صفر، الاتنين واحد عادي جدا. خلاص. دي كده كانت بس ايه نظره سريعه عن الكاميرا. ان شاء الله المحاضرات اللي جايه هناخد طبعا تفاصيل اكتر من كده، ولكن ده اللي انا عايزك تعرفه دلوقتي.
اشوفكم على خير ان شاء الله المحاضرات اللي جايه. كان معكم محمود صقر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.